الآن أدعو الشعب التونسي أن يشارك بكل قوة في الانتخابات، وكل من لا يعطي صوته فهو يتخاذل عن نصرة تونس. الانتخابات حق دستوري وواجب وطني فلنشارك فيه بقوة، ولكن علينا أن نكون منظمين ونحذر التزوير، لأن هناك من يريد أن يغدر بتونس، والتزوير قائم على قدم وساق. فأنتم انتخبوا ولا تسمحوا للتزوير أن يكون موجودا في الانتخابات التشريعية القادمة إن شاء الله تعالى.